لما تكون ماشي بعربيتك وتيجي تلف ناحيه رصيف او ناحيه عمود او ناحيه اي حاجه راكنه جنبك او عربيه راكنه جنبك، ففي حاجات مهمه جدا تخلي بالك منها عشان ما تخبطش الحاجه ديت. وهي مبدئيا ان احنا لما بنيجي نلف ناحيه الحاجه ديت او ناحيه العمود ده، فانت عندك طريقه من اتنين تقدر تلف بيها، والطريقه من الاتنين ديت بتتحدد عن قربك او بعدك من الحاجه ديت. بمعنى ان انا لو قريب من العربيه اللي جنبي او من الرصيف اللي جنبي، ففي طريقه مهمه جدا ان انا اكون عارفها وانا بلف. وانا لو بعيد عن العربيه او عن الرصيف او عن العمود او عن الحاجه اللي جنبي، ففي طريقه برضو مهمه اكون عارفها قبل ما الف. فانا دلوقتي لو هلف ناحيه العمود وانا قريب جدا منه، وبدات ان انا الف، اول ما وش عربيتي يعدي العمود فممكن اخبط فيه زي ما انتم شايفين كده. امال المفروض ان انا الف امتى؟ مبدئيا لو انت قريب من عمود زي ده، ما ينفعش تلف خالص غير لما تعدي نص العربيه بتاعتك. بمعنى اصح ان العمود يجي عند كتفك او يجي عند نص العربيه، وساعتها تقدر تلف براحتك، مفيش اي مشكله هتحصل. نفس الكلام ناحيه الرصيف، لو انت ماشي وفي رصيف وبرضه هتلف ناحيته، فما ينفعش تلف ناحيته لو انت قريب منه الا لما تعدي نص العربيه او الرصيف يجي عند كتفك او عند نص العربيه، فساعتها تقدر تلف وانت مطمن. تاني طريقه عندي بقى، وهو ان انا لو بعيد في العرض عن العمود، بقف بقى وبخلي المرايه هي اللي تيجي قصاده، ما بخليش نص العربيه، لان انا هنا في مسافه بيني وبين العمود، وساعتها اقدر الف الدركسيون كله وانا ضامن برده في نفس الوقت ان انا مش هخبط العمود ده خالص. يعني انا جيت هنا وطلعت بالعربيه ووقفت قصاد المرايه مش قصاد نص العربيه، فلما جيت الف الدركسيون للاخر لقيت نفسي ما خبطتوش في نفس الوقت.